واللي بيفهم في الاكل الاسيوي يا ريت يقول لنا ايه اللي احنا طلبناه ده. مطعم مش عارف اسمه واكل مش عارف اسمه، هي الفكره كلها ان انا كنت حابب اجرب اكل اسيوي بس. المهم يعني المطعم ده موجود في المعادي، اسمه جوجا، ده اللي مكتوب بالانجليزي، ده اللي عرفت اقراه يعني. بقيت الكلام طبعا ياباني وغريب فرنساوي ما اعرفش، المهم يعني حاجه غريبه كده. حتى اختياري للاكل كان قايم ان انا بشوف الصور وبختارها، ده اللي شفته في افلام الانمي. طيب تمام انا هجيب زيه. المهم يعني كان طعمه نوعا ما اقدرش اقول حلو بس مقبول. اكتر حاجه عجبتني طاجن اللحمه اللي نزل، المفروض ان هو طاجن ما اعرفش بيسموه ايه، بس انا بالنسبه لي انا اسمه طاجن. الرز الابيض عادي اقدر اعمله في البيت. العجينه اللي جواها لحمه دي كان طعمها غريب جدا حتى بالصويا صوص. اكيد اول ما بتدخل بيقدموا لك ويلكم درينك، تشرب شاي بالياسمين، هو ده الشاي بالياسمين. يجيبوه في براد كده بفخار ومجات فخار بتحتفظ بالحراره، المطول معانا بحرارته. وبتحب الاكل الاسيوي هيعجبك جدا. انا ما عجبنيش ومش هجربه تاني. التجربه بالنسبه لي تاخد 5 من 10 عشان الفايبس كده والجو زي المطعم من جوه. استقبال الموظفين الصراحه ممتاز. سيء جدا، متخيلين نزلت اللحمه بعدها بنص ساعه نزل الرز. 2 من 10. هو ما بيجيش معانا، يمكن يجي معانا، الناس بتحبه وبتاكل طبعا ده يمكن، هو احلى واحد صراحه. والرز جابوه لنا متاخر.